ازيكم؟ انا محتاج اعرف رأيكم عشان اقدر اخد القرار الصح في المشكلة اللي انا هقول لكم عليها. انا خاطب بقالي سنة بالظبط. اهل خطيبتي ناس حشريين لدرجة ما تتخيلوهاش، وخصوصا ابوها دايما بيتدخل في كل تفاصيل شقتي واللي انا هعمله فيها. كنا متفقين ان انا هجيب الفرش بتاعي، هعمله عمولة او هختاره من البلد اللي احنا ساكنين فيها. لقيت حماية اتزرجن وقال لي لا مش هينفع الكلام ده، احنا نروح نجيبها من دمياط. قلت له لا، هي دي امكانياتي وانا هجيبها من هنا. قال لي يعني ايه، انت معاك في حدود كام يعني عشان خاطر تجيب بيها العفش؟ قلت له تقريبا يعني 120,000. قال لي دول مش هيعملوا حاجة. بيقول لي دول اصلا ولا حاجة، انت لازم تجيب حاجة تعيش معاك العمر، حاجة كده تشرفك. وفضل يكلمني في الكلام ده. المهم وقت ما قررت اروح اشتري الحاجة جاهزة من البلد اللي احنا فيها، لقيته جاي